ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهاردة. طبعا لو اول مرة تشوفي القناة متنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمة اشتراك تحت الفيديو. ويلا بينا كده نبتدي الفيديو بتاعنا. غايبة عنكم بقالي كام يوم بس. بجد بجد كانوا ايام صعبة خالص، كنت تعبانة قوي قوي. دعواتكم ليا كانت فترة صعبة شوية، بس الحمد لله بقيت احسن. آه النهارده كده هبتدي معاكم الروتين كده بتاعي او اليوم بتاعي، وهنعمل ايه اكل. هعمل معاكم كده طريقة كده للفراخ سهلة وسريعة وجميلة قوي قوي قوي. بجد بجد جربوها هتعجبكم جدا. حطيت كده الفراخ بتاعتي على النار في حتة سمنة كده، وهبتدي ان انا اشوحها بالطريقة اللي انتوا شايفينها، وهحط عليها فلفل اسود. لو عندك ورق لورا حطي، ما عندكيش خلاص. ولو عندك حبهان حطي برضو، بتديه تيست كده وطعم جميل قوي. بس انا ما عنديش بصراحة، فاستكفيت بالفلفل الاسود فقط. وضفت عليها كده مية مغلية، وهسيبها كده تغلي لحد ما الفراخ بتاعتي كده تستوي سوا حلو. بعد كده سيب الفراخ بتاعتي. هعمل كده معاكم هطلع كده الفراخ بتاعتي الاول. وهنا كنت جهزت الطاسة عشان هعمل برضو الرز معاكم. كنت غسلته، ولان الفراخ اصلا ما بتاخدش يعني سوا وكده، فانا عايزه اجهز كل حاجه كده من حواليا. بالظبط الاكل اخد مني ساعه، كنت طالعه من المطبخ مجهزه كل اللي انتوا هتشوفوه ده دلوقتي ساعه بالظبط. مسافه سوا الفراخ كنت جهزت كل حاجه. يعني هي دوب الفراخ ما بتاخدش يعني انها صغيرة، يعني مش كبيرة كده قوي. فاخدت ساعة الا ربع. كنت انا فلفلت الرز جنبها، وكنت جهزت التوم، جهزت مش الصلصة سبكتها. فكل حاجة كانت جاهزة كده من حواليا، فما ما اخدش معايا اي وقت خالص خالص. بس كده كانت الفراخ بتاعتي استوت، وشايفين الشوربة عاملة ازاي بجد. جربوا انكم تشوحوا الفراخ، مش هتشملها اي زفارة، والشوربة بتاعتها بتكون بجد بجد تحفة. وحط لها طبعا مكعب من المرقة، سواء ماجي فاين فودز اللي تحبيه حطيه. انا برضو بحب ان انا لازم كده ان انا احط لها كده مرقة. هعمل كده جنبها كيس من كده من الملوخية. عادي جدا، انا اوقات بعمل بيارة او بسمة. بس بصراحة او امريكانا. بالنسبة لي انا احلى نوع منهم امريكانا. بس بصراحة مش بلقاه بكتر في المكان اللي انا فيه يعني. آه فمش بلقاه قوي، لكن بلاقي يارا كتير، وهي كويسة يعني. مش افضل حاجة ومش اوحش حاجة. بس حطيت كده الملوخية وهسيبها كده تفك براحتها، علشان لونها كده ما يسودش. متقعدوش تغلوا في الملوخية كتير قوي قوي. هتلاقوها لونها غير كده معاكم وبقيتش افضل حاجة. بعد كده هنعمل كده التركاية بتاعت الفراخ. جيبي بصلاية كده صغيرة كده محندقة، و وقطعيها كده قطع صغيرة، وهنشوحها كده في حبة كده من السمنة. كده تشوحيها في زيت في زبدة براحتك. المادة الدهنية اللي انت تحبيها شوحي فيها حسب براحتك وحسب ما تحبي. انا شوحتها في حتة سمنة بصراحة كده صغيرة زي ما انتوا شايفين في الطاسة. وبعد كده هنزل عليها يعني يا دوب تتشوح كده تغير لون. بعد كده هنزل عليها بالصلصة. حطيت عليها كده ملح. هنضيف برضو على حبة كده من البهارات. انا بحب اضيف لها كده بابريكا عشان تعزز كده لون الصلصة بتاعتي. وبحب ان انا اضيف لها ملح وفلفل اسود وسنة كمون وسنة كزبرة، اللي هي البهارات العادية الموجودة في اي بيت. ممكن تضيفي لو انت حابة تضيفي مثلا 7 بهارات اللي بيكون فيها كل حاجة يعني. او توابل فراخ اللي انت بس ما تكتريش، عشان تدوقي طعم الفراخ بالصلصة نفسها. ما تدوقيش حاجة كده محطوط عليها بهارات كتير تغير كده الطعم واللون. لا، انا ما بحبش كده بصراحة. بحبش ان انا اضيف كده بهارات كتير علشان ما تغيرش معايا طعم الحاجة، تاكلي الحاجة اللي هي موجودة. ضفت كده الصلصة. طبعا دي صلصة كنت مفرزاها معاكم.
عايزه اقول لكم ان انا جبت 3 مرات تاني كمان 10 في 10 وفرستهم، بس ما صورتش معاكم. كمان رتبت كده الفريزر بتاعي وظبطته كده، ولسه كمان هجيب مرة كمان، بس مش هفرزها صلصة. آه صلصة يعني مضروبة وكده، لا قلت كده ان انا افرزها حية يعني زي ما هي كده، الطمطماية بطميتها، او اشوف ان انا اقطعها واكيسها. فمش يعني هشوف هصور معاكم ان شاء الله الفيديو ده لما اجيب المرة الجاية، ان انا مش هعملها صلصة. وممكن اغير كده واعمل يعني، عشان بصراحة هي بتبقى اسهل بكتير، بتقطعي كده يعني بتعملي كده على طول. فمش عارفة، ان شاء الله ربنا كده يدبرها من لما اجي اجيب مرة كمان. دلوقتي انا اخر مرة جبت كانوا الاربعة ب10، فكان بصراحة سعرهم حلو قوي. جبت كده ب30 جنيه، كمية حلوة. عملتهم برضو وكيستهم، عملتهم آه كانت جميلة قوي بجد يعني. كانت صلصة كده نقاوة، بتنقي براحتك، مش زي ما بيحطلك ولا اي حاجة، انت بتنقي بايدك. هنا كنت خلاص كده عملت الفراخ وسبتها كمان في الصلصة كمان تستوي، ويعني هي مستوية بس تاخد اللي هي ايه، تتشرب كده من الصلصة وتاخد كده معايا لون. قلت كده اعمل كده حبة كده من الرز، حبة تعملي رز ابيض اعملي، حبة تعملي رز بشعرية برضو اعملي، حبة تعملي رز حبة وحبة زي ما انا هعمل برضو اعملي، اللي تحبيه اعملي. بس قلت كده هشوح كده الرز بتاعي، كانت الفراخ كده على النار وكده، كل حاجة كانت جاهزة معايا. أكلة سهلة وسريعة وبسيطة ومش هتاخد منك أي وقت. اديلها كده تقليبة كده من الناحية التانية. بعد كده هنشوف برضو، احنا مش هنسيبها على كده، هنديلها لسه تحميرة حلوة قوي في السمنة، وتقدري برضو تدخليها كده الفرن وتحمريها في الفرن. بس بصراحة انا استسهلت ان انا قلت لسه ان انا يا بنت هتشغلي الفرن وتعملي وتسوي، وانا عندي الفرن بتاع البوتاجاز نار ضعيفة قوي قوي، يعني بياخد وقت صعب قوي عشان تعملي الحاجة. فبصراحة قلت لا، ان انا هحمرها كده في السمنة، في حتة سمنة، واستسهلت بصراحة. حطيت كده حتة سمنة كده حلوة، وهحط الفراخ بتاعتي وهحمرها، وهتشوفوا كده شكلها في النهاية. بس الاول قلت اعمل معاكم كده حطيت كده حبة سمنة الاول علشان اعمل كده التقلية او الطشة بتاعة الملوخية، وتغصوا بيها يا جماعة. بجد الملوخية بتحب الثوم، وبتحب السمنة والكزبرة، بجد بيودوا طعمها كده في حتة تانية خالص. جربي كده تحط لها كزبرة هي وعلى النار كده، كزبرة ناشفة، بجد بتخلي طعمها كده وريحة التقلية بتاعتك بتكون جميلة قوي قوي. بصراحة انا ما بستخدمش الهون خالص، على طول بستخدم الهراسة دي، منجزة ومنفعة، وكمان بتطلع الحبة كده صغيرة. فبتكون بصراحة حلوة. بننضفها كده بايدينا كده، بنطلع كده كل الحاجات اللي فيها، وبنستخدمها كده عادي. طبعا انا متأكدة من ايدي ان هي نظيفة يعني، فعشان كده بستخدمها. فانا عارفة واحنا عاملين الاكل ده لينا، فانا بتعامل كده معاكم بطبيعتي. هنا اقلب كده التومة بتاعتي، وهحط زي ما قلت لكم سنة كده من الكزبرة، بتخلي ريحة التومة كده جميلة وفايحة كده في المكان، بجد بجد بتكون تحفة قوي. بس كده هتحمر كده شوية، وهنزل عليها بالملوخية. وانا ما بغليش الملوخية غير بالطش بتاعتها، علشان تفضل معايا خضرة على طول. عايزة اقول لكم بجد كانوا حبة ملوخية تحفة 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 تحفة. هقرب لكم كده الكاميرا واوريكم شكل الملوخية عامل ازاي. بصوا، بجد بجد كمان الكاميرا كانت ظالمة كده لون الملوخية، يعني هي على الطبيعة احلى بكتير، وخضرة كتير قوي قوي كمان. بس وهنا عملت الفراخ وكده، كل حاجة كانت جاهزة معايا. هبتدي ان انا احمر الفراخ، وهنا الرز استوى معايا، وهنا عملت كمان طبق كده من السلطة، وهحمر كده الفراخ بتاعتي، وكده هيكون الاكل بتاعي خلص. وبس، وده كان الفيديو بتاع النهاردة.
يا رب كده يعجبكم، ما تنسونيش كده في اللايك والاشتراك، وتسيبولي كده كومنتات حلوة علشان بجد بترفع كده من روحي المعنوية.